في الفترة الأخرانية كلنا بنسمع على مفهوم الديف أوبس، كل الشركات وكل التيمز عايزة تشتغل بطريقة الديف أوبس، وبعدين بعدها بفترة سمعنا عن الجيت أوبس، وناس كتير قالت إن هو المرحلة اللي بعد الديف أوبس، وبقينا نسمع عن تولز جديدة مثلا زي أرجو سي دي وزي فلكس سي دي وغيرهم اللي بيستخدموا في مجال الجيت أوبس الجديد. في الفيديو ده هنتعرف على يعني إيه جيت أوبس ويعني ايه ارجو 3، وكمان هنعمل لاب بسيط من خلاله نقدر نفهم ارجو 3 بيشتغل ازاي. فيلا نبدا بسم الله. زي ما ديف اوبس هو مجموعه من الممارسات وكالتشر زي ما بيقولوا عليه، يعني هو ثقافه او طريقه استخدام او طريقه ورك فلو، مش تكنولوجي بعينها او اداه بنستخدمها او حتى مجموعه ادوات. جيت اوبس نفس القصه، هو مش تكنولوجي جديده، مش اداه او مجموعه من الادوات، ولكن هو مجموعه من الممارسات اللي الخبراء بينصحوا ان احنا نستخدمها في الورك فلو بتاعنا. طيب يعني ايه جيت اوبس؟ جيت اوبس بكل بساطه هو ان انت يبقى عندك الجيت ريبوزيتوري بتاعك هو المصدر الاساسي والوحيد للحقيقه، او اللي بنقول عليه بالانجليزي single source of truth. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يبقى عندك انفراستراكشر بغض النظر هي مبنيه ازاي، سواء بقى كانت مثلا كلاستر زي كوبرنيتيس، سواء كانت على كلاود مثلا باستخدام حاجه زي تيرافورم، اي انفراستراكشر من اي نوع، احنا عايزين اي ملمح من ملامح الانفراستراكشر دي يبقى موجود ومحفوظ في الجيت ريبوزيتوري. خلينا مثلا ناخد كوبرنيتيس كمثال. لو انا عندي كلاستر دي عليها ديبلويمنت وستيتفul سيت ومجموعه من الجوبز وسيكريت وكونفيج ماب، ابلكيشن بسيط بيتكون من المانيفستس دي. المانيفستس دي انا حاططها في الجيت ريبوزيتوري بتاعي. هتقولي طب ما هو ايه الجديد؟ ما هو ده الطبيعي، ما احنا طول عمرنا بنعمل كده. احنا من ايام ما اشتغلنا على كوبرنيتيس في الاول خالص، واحنا كل المانيفستس بتاعتنا سواء بقى كانت ديبلويمنت بود جوب اي حاجه بنعمل لها سيف في الجيت ريبوزيتوري بتاعنا علشان تبقى فيرجن كنترولد، وعشان يبقى فيها تراكنج وليها هيستوري وليها بير ريفيوينج وهكذا. كل ده جميل، ولكن هل انت عندك طريقه او آلية تقدر من خلالها تتحكم في ان بس المانيفستس اللي موجودة على الجيت ريبوزيتوري ده هي فقط اللي هيتم تطبيقها على الكلاستر؟ هل عندك طريقة من خلالها تقول والله لو الكلاستر دي حصل لها ديفييشن او لو حصل فيها اختلاف ما بين اللي موجود على الكلاستر بشكل حقيقي او بشكل اكتوال وما بين اللي موجود على الجيت ريبوزيتوري، لو سمحت خلي الكلاستر تتطابق مع الجيت ريبوزيتوري؟ لا، هو ده بقى الجيت اوبس، ان انت هيبقى عندك التزام بان اي حاجه موجوده على الجيت ريبوزيتوري هي بالظبط وبشكل متطابق هي اللي موجوده على الكلاستر. يعني في المثال بتاعنا لو في ديبلويمنت اختفى، حد عمل له ديليت، لا الديبلويمنت ده هيرجع تاني. ليه؟ لانه لازال موجود على الجيت ريبوزيتوري. بنفس القصه لو انا عدلت على الديبلويمنت ده، زودت مثلا عدد ريبليكاز او غيرت الايمج فيرجن اللي موجوده، مثلا لو انا مثلا بستخدم انجن اكس بدل مثلا ما انا بستخدم فيرجن 16 استخدمت فيرجن 17 او 15 او ايا كان، انا مش محتاج اقرب للكلاستر ولا المسها، مجرد بس ان انا اعمل التشينج ده على الجيت ريبوزيتوري، التشينج ده بشكل تلقائي واوتوماتيك هيتعمل له ابلاي على الكلاستر. هنا بقى حته الجيت ابس. الجيت ابس مش بس معناها ان انا بستخدم جيت علشان احفظ فيه الملفات بتاعتي، ما ده الطبيعي، احنا من بدايه التاريخ واحنا بنعمل كده، كلنا بنعمل كده سواء كنا شغالين ديفلوبمنت او ديف ابس او اوبريشنز من اي نوع. طبيعي ان انت بتحط ملفاتك على الجيت ريبوزيتوري، ولكن اللي زاد هنا حته الاوبس، ان انت عندك آلية من خلالها تطبق ايا كان اللي موجود على الجيت ريبوزيتوري، تعمل له ابلاي على الكلاستر، وكمان تمنع اي حد ان هو يعمل اي تشينجز للكلاستر الا لو كان من خلال الجيت ريبوزيتوري. طب بنعمل ده ازاي؟ بنعمل ده من خلال ادوات، منها ارجو سي دي اللي احنا بنشرحها في الفيديو ده. ارجو سي دي هو تول اوبن سورس بتستخدم في الجيت ابس زي ما قلنا علشان تتاكد ان اللي موجود على الجيت هو اللي موجود على الانفراستراكشر، ولكن هو حتى الان ارجو سي دي شغال مع كوبرنيتيس فقط. يعني ولو ان الجيت ابس كمفهوم هو عام وشامل، ممكن يطبق على اي انفراستراكشر، ممكن تطبقه على تيرافورم، ممكن تطبقه على في ام وير، ممكن تطبقه على اي حاجه فيها انفراستراكشر از كود، ولكن ارجو سي دي في الوقت الحالي هو فقط لكوبرنيتيس كلاسترز لحد الان. وده ساعات بيخلي فيه شويه لخبطه عند الناس، اللي هو طب هو ارجو سي دي عمل ايه جديد؟ ما انا ممكن اعمل الجيت ابس باستخدام اي سي اي سي دي تول زي مثلا جانكنز او جيت لاب سي اي او سيركل سي اي او اي سي اي سي دي تول من اللي موجوده في الماركت. ايه اللي ارجو سي دي زوده؟ ليه انا محتاج استخدم ارجو سي دي مثلا بدل جانكنز؟ وده سؤال مشهور في الانترفيوز، ايه الفرق بين جانكنز وارجو سي دي؟ في ناس كتير بيبقى عندها الاجابه السهله اللي هو ما هو اصل جانكنز بوش بيزد اما ارجو سي دي فهو بول بيزد. يعني هو متخيل ان جانكنز عشان مثلا بيبقى بره الكلاستر فبيتصل مثلا بالجيت ريبوزيتوري وياخد الابديتس وبعدين يعمل لها بوش على الكلاستر، اما ارجو سي دي فلان هو نازل داخل الكلاستر نفسها فبيعمل بول للتشينجز من على الجيت ريبوزيتوري ويعمل لها ابلاي على الكلاستر، فهو كده بول بيزد، اما جانكنز هو بوش بيزد. لا، الكلام ده مش صح، ولسبب بسيط، ان انت لو حطيت جانكنز جوه الكلاستر ما هو هيبقى بول بيزد. يعني ايه الفرق؟
لو انا دلوقتي بران جينكنز داخل الكلاستر نفسها مش على سيرفر تاني، داخل الكلاستر نفسها، طب ما هو اي تشينجز انا هعملها على جيت ريبوزيتوري جينكنز هيعمل لها بول وهيعمل لها ابلاي على الكلاستر. وارجو سي دي لو انا حطيته على كلاستر تانية وخليته يعمل بول من الجيت ريبوزيتوري ويبوش على كلاستر الثانيه، فهو كده بقى بوش بيست. فرقت في ايه؟ لا، هو الفرق ما بين ارجو سي دي وما بين جينكنز او اي سي اي سي دي تول ثانيه ان ارجو سي دي اولا هو بياخد السي دي بارت من البايب لاين. يعني احنا عندنا سي اي سي دي بايب لاين، السي اي هي الكونتينوس انتجريشن، بتعمل كواليتي اشورنس، بتعمل تيست على الكود بتاعك. السي دي بتتاكد ان الكود بتاعك ينفع ينزل على التارجت انفايرمنت سواء بقى كانت كوبرنيتس او غيرها. ارجو سي دي ما بيعملش سي اي، جينكنز سي اي سي دي. جينكنز تقدر تستخدمه سي اي وسي دي، هو جنرال بيلد سيرفر ممكن تعمل بيه اي حاجه. اما ارجو سي دي فهو متخصص، ومتخصص جدا، هو واخد حته صغيره من البايب لاين هي حته الكونتينوس ديبلويمنت او ديليفري، وكمان هو متخصص في كوبرنيتس. ففي حاجات كتير هتلاقيها موجوده في ارجو سي دي مش موجوده في جينكنز. يعني مثلا حته ان هو لما يبقى عندك تشينج في الكلاستر، لما الكلاستر يحصل لها ديفيشن، لما تلاقي ان الكلاستر بقى فيها تشينج مش موجود على الجيت ريبوزيتوري، ارجو سي دي يقدر يرجع لك الكلاستر تاني للديزايرد ستيت اللي على الجيت ريبوزيتوري. جينكنز مش بيعمل كده بشكل اوتوماتيك، لو انت عايزه يعمل كده هتضطر تكتب لوجيك معقد جدا عشان تقدر تعمل حاجه زي كده. تقعد بقى كل شويه تديسكرايب الحاله اللي على الكلاستر وتقارنها بالارجو سي دي وتشوف بقى الديفرنس عامل ازاي، وتاخد الديفرنس ده تعمل له ابلاي. ده ارجو سي دي يعملوا لك اوت اوف ذا بوكس، مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه ولا تكتب اي لوجيك، هو بينزل بالشكل ده. فده كده فرق مهم ما بين جينكنز او السي اي سي دي تولز بصفه عامه وارجو سي دي بصفه خاصه. الفرق هنا هو كلمه واحده، التخصيص، سبيشاليزيشن. ارجو سي دي متخصص في جزء السي دي بتاع السي اي سي دي بايب لاين، وكمان متخصص في كوبرنيتس تحديدا، مش اي انفراستراكشر ولكن كوبرنيتس على وجه التحديد. طيب خلينا ناخد لمحه بسيطه عن ارجو سي دي بيتكون من ايه. ارجو سي دي بيحاول قدر الامكان ان هو يقلد كوبرنيتس. يعني لما تيجي تبص دلوقتي على الكومبوننتس بتاعته هتلاقي ان هو الى حد كبير شبه كوبرنيتس، او بيعتمد نفس الفلسفه او نفس الفلسفه بتاعت كوبرنيتس. ازاي؟ يعني مثلا هو عنده اي بي اي سيرفر زيه زي كوبرنيتس. يعني انت لما تحب تعمل اوثنتيكيشن على ارجو سي دي سواء بقى باستخدام اليو اي او باستخدام السي ال اي، فانت بتوثنتيكيت اجينست اي بي اي سيرفر. عنده حاجه اسمها ريبوزيتوري سيرفر، ده اللي هو مسؤول عن ان هو بيتصل بالريبوزيتوري اللي عليه الكود بتاعك، سواء بقى كان جيت لاب، جيت هاب، بيت باكيت، جيت تي، حتى لو هو عندك لوكال على الماشين. اي بروبر جيت ريبوزيتوري ينفع ان ارجو سي دي كونكت عليه من خلال ايه؟ من خلال الريبوزيتوري سيرفر. وممكن كمان يكونكت على كذا ريبوزيتوري في نفس الوقت. يعني تقدر تديله الامكانيه ان هو يبقى عندك الكود متقسم على كذا ريبوزيتوري، كل كلاستر ليها الريبوزيتوري بتاعها، او كل ابلكيشن ليه الريبوزيتوري بتاعه، مفيش مشكله، هو عنده الامكانيه دي. ثالث حاجه عندك الابلكيشن كنترولر، برضه هنا هو شويه بيشبه الكوبرنيتس كلاستر ان هو عنده كنترولر. الكوبرنيتس كلاستر عنده الكنترولر مانجر اللي هو فيه الديبلويمنت كنترولر والبود كنترولر والريبليكا سيت والستيتفul سيت والحاجات دي كلها. كل دي كنترولرز اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي بتشوف ايه الاوبجكت الموجوده على الاي بي اي سيرفر، او ايه التشينجز اللي حصلت على الاي بي اي سيرفر، وبتتصرف على هذا الاساس. ايه اللي حصل ان في ديبلويمنت جديد، اوكي، فانا هعمل كريشن للديبلويمنت. حصل ايه؟ حصل مثلا في بود حصل لها فيلير، فانا هعمل لها ريستارت، هعمل ريستارت للكونتينر. ده كده اسمه كنترولر. الكنترولر اللي في ارجو سي دي بيعمل حاجه مشابهه، ولكن هو عنده سي ار دي او كاستمر ريسورس ديفينيشن خاص بارجو سي دي اسمه الابلكيشن. الابلكيشن ده هو اللي فيه وصف لكل حاجه ليها علاقه بالابلكيشن اللي انت عايز تستخدم ارجو سي دي في ان هو يعمله مانجمنت او يديره. عندك ابلكيشن نازل على كلاستر، الابلكيشن ده السورس كود بتاعه موجود في جيت ريبوزيتوري معين، الابلكيشن ده هينزل على نيم سبيس معينه، الابلكيشن ده بيستخدم هيلم او كاستمايز او بلين مانيفستس عاديه. السي ار دي اللي اسمه الابلكيشن ده هو اللي بيفهم ارجو سي دي هو المفروض يعمل ايه في الابلكيشن ده. الحته بقى بتاعت ان هو لو في حصل ديفيشن على الكلاستر هيحلها ازاي، لو حصل تشينج على جيت ريبوزيتوري هيطبقه ازاي. الكنترولر هو اللي بيعمل اللوجيك ده. دي الحته اللي انا بقول لك عليها، الحته اللي هي انت عشان تكتبها بايدك هتبقى معقده جدا. لو هتعملها على حاجه زي جانكنز او غيره هتكتب اللوجيك ده بايدك، اما في ارجو سي دي فهو بيعملها بشكل اوتوماتيك من خلال الابلكيشن كنترولر. رابع حاجه تاني زي كوبرنيتس، هو عنده الباك اند ستورج بتاعه، بس هو مش بيستخدم الاي تي سي دي، لا هو بيستخدم داتابيس ثانيه برضه لايت ويت وبرضه كي فاليو، وهي ريدس. بيحفظ فيها الستيت بتاعه الكلاستر، بيحفظ فيها المانيفستس اللي موجوده، بيقدر من خلالها ان هو يعرف ايه اللي اتغير على الكلاستر وايه اللي اتغير على الجيت ريبوزيتوري، وعلى هذا الاساس بيتصرف. طيب خلينا بقى ناخد لاب سريع ممكن من خلاله نشوف ارجو سي دي بيشتغل ازاي في الحياه العمليه. خلينا الاول نعمل كوبرنيتس كلاستر بسيطه باستخدام كاينت او كوبرنيتس اند دوكر. لو انت عندك كوبرنيتس كلاستر اوريدي موجوده على اي دبليو اس مثلا او على اي كلاود بروفايدر او عندك على الداتا سنتر، اهم حاجه بس يكون ليك ادمن اكسس عليها، ممكن تستخدمها مفيش مشكله. لو عايز تستخدم اللابتوب بتاعك انا شخصيا برشح ان احنا نستخدم كاينت لانها خفيفه جدا ومش محتاجه اكتر من ان يبقى عندك دوكر انستولد. فعشان ننزل كاينت هنروح على الصفحه بتاعه كاينت على جيت هاب، github.com/kubernetes-6/kind/releases. ده اليو ار ال اللي عليه الريليسز بتاعه كاينت او الليتست ريليسز بتاعه كاينت.
هننزل شويه لتحت، اعمل سكرول داون لحد ما نلاقي الحته اللي فيها الداونلودبل فايلز او الفايلز اللي انا ممكن اعملها داونلود. طبعا كاين مكتوب بلغه جو لانج، فهو بينزل على كل الاوبريتنج سيستمز المشهوره زي مثلا ويندوز، لينكس، ماك او حتى يونكس. فانت بتختار الباينري المناسب للانفايرمنت بتاعتك، سواء انت كنت شغال على اي ام دي او شغال على اي ار ام، فبتداونلود الفايل المناسب. احنا في اللاب ده هنشتغل على اوبونتو، فهنستخدم wget عشان نعمل داونلود للفايل على طول على الماشين. اول ما فايل بينزل محتاجين بس ان احنا نعمل له موف، نوديه في اي مكان في الباث بتاعنا عشان نقدر ان احنا نستخدم الكوماند من غير ما نحتاج ان احنا نكتب الفول باث. فممكن مثلا نحطه في /usr/local/bin، وطبعا لازم نستخدم سودو عشان نقدر ان احنا ندخله في الباث ده. وبرضه لازم ان احنا نينيبل الاكسكيوت بيرميشنز للفايل عشان نقدر ان احنا نعمل له اكسكيوت. وبعد كده لو عايز تتاكد ان كايند شغال، مجرد بس ان انت بتعمل كايند فيرجن عشان تعرف الفيرجن اللي نازل عندك دلوقتي، وكمان تتاكد ان الفايل نفسه شغال وينفع ان انت تستخدمه. طيب هنعمل كوبرنيتس كلاستر ازاي؟ بكل بساطه بتكتب كايند كرييت كلاستر، دي الطريقه اللي انت من خلالها ممكن تعمل كلاستر بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، سنجل نود ماستر ووركر في نفس الوقت، وشغاله على دوكر كونتينر. بس في اللاب ده وعلشان نستخدم ارجو سي دي احنا محتاجين نينيبل الانجريس على الكلاستر دي، محتاجين ان احنا يبقى عندنا انجريس كنترولر، لان لما نيجي ننزل ارجو سي دي هنحتاج ان احنا نقول له لو سمحت استخدم الانجريس علشان نقدر ان احنا نعمل لك اكسس من غير ما نحتاج لود بالانسر، او من غير ما نحتاج ان احنا نعمل بورت فوروردنج زي ما هنشوف كمان ثواني. فكايند بيقبل ان انت تديله انجريس كنترولر، في كذا انجريس كنترولر ينفع ينزل عليه. في اللاب ده احنا هنستخدم انجن اكس. بس اول حاجه محتاجين ان احنا نكريت الكلاستر او ننشئ كلاستر بشكل مختلف شويه عن الديفولت او الافتراض. فهنعمل ايه؟ هنعمل فايل هنسميه cluster.yaml وهنحط فيه هذه المحتويات. الفايل ده هتلاقيه موجود في الدوكيومنتيشن بتاع كايند. هو كل اللي بيعمله بكل بساطه ان هو بيخلي الماستر نود ينفع ان هي ينزل عليها الانجريس كنترولر، لان زي ما قلنا هو بيكريت كوبرنيتس كلاستر فيها نود واحده بس هي الماستر وهي الوركر، فهو الانجريس كنترولر باي ديفولت بينزل على الوركر نودز بس، ما بينزلش على الماستر نودز. فاحنا هنا محتاجين ان احنا نخليه ينزل على الماستر نود عشان نقدر ان احنا نستخدم الانجن اكس انجريس كنترولر او اي انجريس كنترولر بصفه عامه. طيب كده احنا عندنا الفايل، خلينا نعمل له سيف. ودلوقتي ممكن نعمل الكلاستر باستخدام كوماند زي kind create cluster -config equals cluster يعمل بنديله فايل الكونفيجريشن اللي عندنا علشان ننشئ الكلاستر. طيب دلوقتي احنا عندنا كوبرنيتس كلاستر، محتاجين ان احنا ننزل ارجو سي دي. في اكتر من طريقه ممكن من خلالها تنزل ارجو سي دي. احنا في اللاب ده هنستخدم هيلم، فلو انت مش عندك هيلم اوريدي ممكن ننزله باستخدام كوماند زي ده. بتقول له curl وبعدين بتعمل بيست اليو ار ال ده raw.github-user-content.com/helm/main/scripts/get-helm3. ده بيبقى سكريبت من هيلم نفسها بتديهولك، ومن خلال السكريبت ده هو بيعمل داونلود وانستول لهيلم اوتوماتيك عندك على السيستم. لو عايز تستخدم باكج مانجر مثلا زي هوم برو او اب جيت او اي باكج مانجر تاني مفيش مشكله، اهم حاجه بس يبقى عندك هيلم موجود وشغال. طيب بعد ما هيلم بينزل بنحتاج ان احنا نعمل اد للريبوزيتوري، الهيلم ريبوزيتوري يعني اللي فيه الشارت بتاعت ارجو سي دي. عشان نعمل ده بنكتب helm repo add، وبعدين بتدي اسم للريبوزيتوري ده عشان تقدر تنادي عليه بيه بعد كده، ممكن نسميه ارجو. وبعدين بتكتب اليو ار ال بتاع الريبوزيتوري اللي موجود في الشارت بتاعت ارجو سي دي، هي https://argo-proj.github.io/argo-helm. بكده انت عندك الريبوزيتوري موجود تقدر من خلاله ان انت تنزل الهيلم شارت. طيب هننزلها ازاي؟ اول حاجه محتاجين ان احنا ننشئ نيم سبيس، فهنقول له kubectl create namespace، وهنقول له النيم سبيس دي اسمها argo cd، عايز تسميها حاجه ثانيه مفيش مشكله. وبعد كده هتستخدم النيم سبيس دي في انك تنزل الهيلم شارت، فهتقول له helm install، هندي اسم للشارت ممكن نقول argo cd او argo زي ما انت عايز، -n عشان نختار النيم سبيس. argo cd هو اسم الريبوزيتوري اللي هو argo/argo cd اللي هو اسم الشارت. الكوماند ده هينزل لك ارجو سي دي عندك على الكلاستر. بمجرد ما الكوماند بيخلص بتلاقي فيه هيلب مسج طلعت لك، بيبقى فيه شويه كوماندز هتحتاج ان انت تستخدمها، منها الكوماند اللي بيخليك تعمل بورت فورورد علشان تدخل على ارجو سي دي، لان السيرفيس اللي ارجو سي دي بينزلها او الهيلم شارت بتنزلها باي ديفولت او افتراضا بتبقى من نوع كلاستر اي بي، فمش هينفع انك تدخل عليها من خلال البراوزر الا لما تعمل بورت فوروردنج. فهيلم اوريدي بيديلك الكوماند اللي انت ممكن من خلاله تعمل بورت فورورد علشان تدخل على ارجو سي دي وتتاكد ان هو شغال. بس قبل ما ناخد الكوماند ده ونشغله محتاجين ان احنا نجيب الادمن باسورد بتاعه ارجو سي دي، لان ارجو سي دي لما بينزل بيعمل لك باسورد اوتوماتيك للادمنستريتور اكونت. الباسورد دي تبقى موجوده في سيكريت، احنا محتاجين نريفيل الباسورد دي او محتاجين ان احنا نعرفها عشان نقدر ندخل على ارجو سي دي للمره الاولى. برضه هيلم بيديلك الكوماند اللي انت ممكن من خلاله تعمل ده، فبنرن الكوماند وبناخد كوبي من الباسورد، وبعدين بناخد الكوماند بتاع البورت فورورد هو qctl port forward، وبعدين بتديله اسم السيرفيس اللي هي service/argo cd -server -n argo cd اللي هو اسم النيم سبيس،
وبعدين احنا عايزين نعمل فورورد من بورت 8080 عندنا على الماشين لبورت 443 اللي ارجو سي دي بيلسن عليها. خد بالك انت لو شغال هنا على الماشين بتاعتك دايركت، يعني اللابتوب بتاعك، فانت كده مش محتاج حاجه تانية، محتاج بس تدخل على البراوزر تفتح لوكال هوست كولون 8080 عشان تدخل على ارجو سي دي. بس في اللاب ده انا بستخدم فيرتشوال ماشين على النتورك عندي مش موجوده على اللوكال لابتوب بتاعي، فانا محتاج ان انا ادخل على ارجو سي دي باستخدام الاي بي ادرس بتاع الماشين دي مش لوكال هوست. فعلشان اقدر اعمل ده لازم اقول للبورت فورورد كمان ان انا محتاجك تلسن مش بس على لوكال هوست ولكن على كل الانترفيسز اللي موجوده على المكنه علشان اقدر ادخل عليها من خلال الاي بي ادرس بتاعها. فهعمل ايه؟ هزود الاوبشن ده -address equals 0.0.0.0. معنى كده ان انا بقول له اسمع او listen على كل الانترفيسز مش بس لوكال هوست او مش بس اللوب باك انترفيس. بكده ممكن افتح البراوزر بكل بساطه واكتب الاي بي ادرس او الهوست نيم بتاع الفيرتشوال ماشين كولون 8080 وبيدخلني على اليو اي بتاع ارجو سي دي. بدخل اليوزر نيم اللي هو ادمن وبعدين بدخل الباسورد اللي انا لسه عامل لها كوبي من على التيرمينال. زي ما انت شايف هو ده اليو اي بتاع ارجو سي دي. هو طبعا فاضي لان احنا ما عندناش اي ريبوزيتوريز او اي ابلكيشنز موجوده. هننشئ ابلكيشن دلوقتي كمان ثواني. بس في حاجه مهمه الاول عايزين نصلحها دلوقتي. انا هل معقوله كل ما احتاج ادخل على ارجو سي دي هحتاج ان انا اعمل بورت فورورد؟ اكيد مش هينفع، بالذات لو انا كمان عايز ناس من عندي على التيم تدخل على الانستنس دي عشان مثلا تجربها تشتغل عليها ديف او لاب. فمش هينفع ان كل شويه حد هيعمل كيوب سي تي ال بورت فورورد عشان يقدر يدخل على الارجو سي دي انستنس بتاعتي. فالحل ايه؟ طبعا لو انت شغال على كلاود على مثلا اي كي اس فانت بكل بساطه ممكن تعدل في الهيلم انستليشن وتقول له والله انا عايز استخدم سيرفيس من نوع لود بالانسر. بس احنا هنا شغالين بكوبرنيتس كلاستر اللي هي كايند، فاحنا ما عندناش لود بالانسر بس ينفع نستخدم انجرس. وانجرس عامه هو طريقه افضل شويه من حتى السيرفيس اللي من نوع لود بالانسر. فخلينا نستخدم الانجرس كنترولر بتاعنا اللي هو انجن اكس علشان نقدر ان احنا ندخل على ارجو سي دي من غير ما نضطر نعمل بورت فورورد. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه طبعا محتاجين نعملها هو ان احنا ننزل الانجرس كنترولر من اساسه لان هو مش نازل لسه على الكلاستر. فانا هبيست الكوماند ده اللي موجود في الدوكيومنتيشن بتاع كايند. الكوماند ده بينزل لي الانجن اكس انجرس كنترولر. لو عايز تستخدم انجرس كنترولر تاني مفيش مشكله. هقول لك كمان ثواني ازاي تقدر تقول لارجو سي دي على نوع الانجرس كنترولر اللي انت بتستخدمه. فخلال ثواني الانجن اكس انجرس كنترولر هيبقى نازل عندك على الكلاستر. ممكن دلوقتي تعدل في الانستليشن بتاع هيلم وتقول له انا عايزك تستخدم الانجرس كنترولر ده اللي انا لسه منزله. فبنكتب هيلم ابجريد ارجو سي دي اسم الشارت اللي احنا لسه مستخدمينها -set عشان تغير في الفاليوز بتاعه الشارت. هتقول له configs.params والفاليو ده تحديدا محتاجين نحطه ما بين سنجل كوتس وهقول لك ليه كمان ثانيه. server \insecure وبعدين بنقفل الدبل كوتس equals true. طيب انا ليه استخدمت دبل كوتس؟ علشان الفاليو ده هو فاليو من نوع خاص شويه. هو الفاليو اسمه server.insecure. المشكله ان هيلم بتستخدم الدوت دي علشان تفرق ما بين الليفلز او المستويات المختلفه في الفاليوز فايل. يعني الفاليو ده تحتيه الفاليو ده تحتيه الفاليو ده. بعرف منين ان الفاليو ده تحت الفاليو ده؟ من خلال الدوت. بس هنا ده مش فاليو تحت فاليو، لا ده اسم الفاليو نفسه server.insecure literal dot او الدوت بشكل حرفي. فعلشان اقول له او اقنعه ان هو يستخدمها بشكل حرفي لازم احطهم ما بين سنجل كوتس ولازم كمان اعمل باك سلاش عشان اعمل اسكيب للدوت عشان يعتبرها دوت ليترال او دوت بشكل حرفي مش الدوت اللي هي بتنزله على المستوى اللي بعد كده. طيب البارامتر ده بيعمل ايه؟ بيقول الشارت ان انا محتاج ان انا اخلي الاس اس ال تيرمينيشن يحصل على مستوى الانجرس كنترولر لان انا دلوقتي هستخدم انجرس كنترولر. فانا مش عايز ال HTTPS termination يحصل على ارجو سي دي، عايزه يحصل على مستوى الانجرس كنترولر. فبقول له insecure equals true. تاني بارامتر محتاج اعمله ايه؟ محتاج ان انا اقول له ان انا هستخدم فعلا الانجرس كنترولر. فبقول له -set server.ingress.enabled equals true. فكده انا بقول له ايوه انا هستخدم انجرس كنترولر. تالت فاليو محتاج اغيره -set server.ingress class name وهو ده الجزء اللي انا فيه بقول له انهي نوع انجرس كنترولر انا بستخدمه. فلو انت عايز تستخدم انجرس كنترولر ثاني غير انجن اكس مثلا ترافيك او كونج او غيره ممكن في الجزئيه دي تقول له انا عايز استخدم انجرس كنترولر ونوعه او الكلاس نيم في حالتنا دي انجن اكس. بالثلاث تشنجات دول او بالثلاث قيم او بالثلاثه فاليوز اللي انا غيرتهم دول انا بقول للشارت اللي عملت انستليشن لارجو سي دي انا ناوي استخدم انجرس كنترولر من نوع انجن اكس ولو سمحت خلي الاس اس ال تيرمينيشن لان باي ديفولت ارجو سي دي بيلسن على بورت 443 او بيلسن على اتش تي تي بي اس. فانا عايز التيرمينيشن يحصل على مستوى الانجرس كنترولر. وفي الاخر طبعا لازم اقول له -n ارجو سي دي اللي هو اسم النيم سبيس اللي ارجو سي دي نزل عليها وبختم الكوماند باسم الريبوزيتوري اسم الشارت يعني argo/argo-cd. في خلال ثواني معدوده بيحصل ريكونفيجريشن او اعاده تهيئه للانستليشن بتاع ارجو سي دي. خلينا دلوقتي تاني نجيب الادمن باسورد لانها ضاعت ونعمل لها كوبي
وندخل تاني على البراوزر. بس خد بالك ان انا المره دي مش عامل بورت فورورد، انا بخش على البراوزر عادي جدا، بكتب الاي بي ادرس بتاع الفيرتشوال ماشين او بكتب لوكال هوست لو انا على اللوكال ماشين بتاعتي. وطبعا لان انا قلت له ان الاس اس ال ترمينيشن هيحصل على مستوى الانجريس كنترولر، فانا محتاج ان انا اكسبت السكيورتي وورنينج اللي طالع لي دلوقتي بيقول لي لو سمحت السيرتيفيكت دي سيلف سايند. البراوزر بيقول لي انا مش قادر ان انا اترست السيرتيفيكت دي لانها سيلف سايند، طبعا لان ده السيرتيفيكت اللي عاملها لي الانجريس كنترولر وهي سيلف سايند، فانا هقول له اكسبت. ايوه انا باكسبت الريسك. وتاني بدخل على اليو اي بتاع ارجو سي دي، بدخل الادمن يوزر نيم والباسورد اللي انا لسه عامل لها كوبي من على التيرمينال. طيب هل دي الطريقه الوحيده اللي انا ممكن من خلالها اتعامل مع ارجو سي دي؟ لا، ممكن تتعامل مع ارجو سي دي برضه من خلال السي ال اي او الكوماند لاين انترفيس، وده بيبقى ساعات مفيد لما بتكون عايز تعمل حاجه باستخدام مثلا سكريبت او حاجه اوتوميتد، مش محتاج ان انت تدخل على اليو اي وتدوس على زرار او تكتب حاجه في تكست بوكس. فخلينا ندخل على الصفحه بتاعه Argo CD CLI على github.com/argo/argo cd/releases/latest. وخد بالك هنا ان Argo CD CLI مختلف عن الارجو CD اللي احنا لسه عاملين له انستليشن. الارجو CD اللي احنا لسه عاملين له انستليشن باستخدام هيلم ده الباك اند، ده اللي بينزل على الكلاستر. اما الارجو 3 سي ال اي اللي احنا هنعمله انستول دلوقتي ده تول بتنزل عندك انت لوكال على الماشين، بغض النظر عن الماشين دي فين. الماشين دي ممكن تكون هي اللي نازل عليها الكلاستر او تكون ماشين تانية في اي حته تانية على النتورك، اهم حاجه بس يكون ليها نتورك اكسس لارجو 3 او للكلاستر اللي عليها ارجو 3. اوكي، بنعمل سكرول داون لحد ما بنشوف الداونلودبل فايلز، وزي ما عملنا في كايند برضو بنختار الفايل اللي هو مناسب للانفايرمنت اللي عندنا، سواء كانت ماك او ويندوز او لينكس، اي ام دي او اي ار ام. وتاني برضو عندنا على التيرمينال ممكن نستخدم دبليو جيت وبنعمل له موف لمكان في الباث تاني، ممكن نستخدم /usr/local/bin. وبرضه ما ننساش ندي للفايل execute permissions عشان نقدر ان احنا نعمل له execute. دلوقتي احنا عندنا ارجو سي دي سي ال اي. اول حاجه لازم نعمل لوجن على ارجو سي دي. بنعمله ازاي؟ بكل بساطه ارجو سي دي لوجن، وبعدين بتدي له الادرس بتاع ارجو سي دي. ارجو سي دي نازل فين الكلاستر اللي نازل عليها ارجو سي دي. احنا هنا منزلينه على لوكال هوست لان دي الفيرتشوال ماشين اللي عليها الكلاستر، فانا بقول له ارجو سي دي نازل هنا على لوكال هوست، وبقول له هايفن انسكيور علشان ما يعملش سيرتيفيكت تشيك. هيطلب مني اليوزر نيم، هقول له ادمن، هيطلب مني الباسورد، هدخل له نفس الباسورد اللي انا استخدمتها وانا بعمل لوجن على اليو اي. ودلوقتي احنا لوجد ان. كل حاجه عايز تعملها من خلال اليو اي على ارجو سي دي ممكن تعملها من خلال السي ال اي، من خلال ارجو سي دي. فعلى سبيل المثال مثلا ممكن نعمل ليست للريبوزيتوريز اللي عندنا. احنا قلنا قبل كده ان ارجو سي دي ممكن نتعامل مع كذا ريبوزيتوري في نفس الوقت، فلو قلت له مثلا ارجو سي دي ريبو ليست هيجيب لك الريبوزيتوريز اللي عندك. طبعا احنا ما عندناش ولا ريبوزيتوري دلوقتي لان احنا لسه بنبدا. طب نقدر نعمل ايه تاني؟ نقدر نعمل حاجه المفروض نعملها بعد ما بننزل ارجو سي دي مباشره، وهي ان احنا نغير الديفولت باسورد. الديفولت باسورد اللي هو عمل لها جنريشن يستحسن ان احنا نغيرها بباسورد ثانيه. فبنعملها ازاي؟ بنكتب ارجو سي دي اكونت update password current password، تديله الباسورد الحاليه او الباسورد اللي هو عامل لها جنريشن، وبعدين بتقول له new password، وبعدين بتقول له على الباسورد الجديده اللي انت عايزه يستخدمها للادمنستريتور اكونت. انا هنا بستخدم باسورد جنريتور، لو عايز تستخدم باسورد جنريتور عشان يعمل لك سترونج باسورد طبعا دي حاجه ريكومندد. لو مش عايز، لو عايز تستخدم باسورد انت اللي هتفكر فيها برضه مفيش مشكله، بس اهم حاجه تبقى سترونج باسورد، لان طبعا زي ما انت شايف ارجو 3 دلوقتي متصل على الكلاستر، وزي ما نشوف كمان شويه هو هيقدر يعمل تشينجز للكلاستر دي بناء على المانيفستس اللي في الجيت ريبوزيتوري. طيب بما ان احنا بنتكلم على الجيت ريبوزيتوري، خلينا ننشئ جيت ريبوزيتوري عشان الابلكيشن بتاعنا. احنا هنستخدم جيت لاب، بس انت ممكن تستخدم جيت هاب او بيت باكيت او اي جيت ريبوزيتوري تاني، مفيش مشكله. يعني جيت لاب هنا مش ضروره، ولكن هو مجرد اكزامبل او مثال لجيت ريبوزيتوري ممكن ان احنا نستخدمه. فخلينا ندخل على جيت لاب باستخدام سنجل ساين اون او باستخدام يوزر نيم وباسورد ايا كانت الطريقه، مفيش مشكله. ندخل نعمل بروجكت جديد. انا عايز بروجكت بلانك يعني فاضي، مش عايز فيه اي قوالب جاهزه او تمبلتس. البروجكت نيم ممكن يبقى سامبل ارجو سي دي اب او سامبل جيت اوبس اب زي ما انت عايز. الفيزيبيليتي خليها برايفت او بابليك، برضه مش فارقه، لان في الحالتين ارجو سي دي بيعمل اوثنتيكيشن على جيت لاب، فمش فارق هل البروجكت بتاعك برايفت او بابليك، دي حاجه ترجع لك. هل احنا عايزين ريدمي فايل؟ لا مش عايزين ريدمي فايل. خلينا ندوس على كرييت بروجكت، واول ما بنعمل ده جيت لاب بيدينا الكوماندز اللي احنا ممكن نستخدمها في ايا كان بقى السيناريو اللي احنا عايزينه. هل احنا عندنا ريبوزيتوري اوريدي عايزين نعمل له سينك على الريموت ريبوزيتوري ده، ولا احنا بنبدا فروم سكراتش خالص من الصفر؟ ففي الحاله دي احنا عايزين نعمل ريبوزيتوري جديد فروم سكراتش، فخلينا ناخد الكوماند ده ونروح على التيرمينال ونعمل دايركتوري جديد ممكن نسميه سامبل ارجو سي دي اب. في اللاب ده احنا هنستخدم كاستمايز، فخلينا نعمل دايركتوري نسميه بيز، وخلينا نحط ديبلويمنت لحاجه مثلا زي انجن اكس. فهنكريت فايل اسمه deployment.yaml في البيز دايركتوري، وهنحط فيه محتويات بسيطه لديبلويمنت عادي جدا انجن اكس بعدد معين من الريبليكاز، والايمج اسمها انجن اكس، مفيش اي حاجه جديده، مجرد ديبلويمنت عادي. وهنعمل سيف للفايل،
وبعدين خلينا نعمل سيرفيس للانجن اكس، برضه سيرفيس عاديه جدا، مجرد مانيفست بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه زياده. هنعمل فايل اسمه service.yaml ونحط فيه المحتويات دي ونعمله سيف. وبعدين هنعمل فايل اسمه customization.yaml اللي هو من خلاله كاستمايز هيعرف ايه هي المانيفستس اللي انت عايز تستخدمها في الكاستمايزيشن ده. فاحنا بنقول له احنا ما عندناش غير 2 مانيفست بس، الديبلويمنت.yaml والسيرفيس.yaml. طب هنعمل ديبلويمنت للابلكيشن ده فين؟ هنعمله ديبلويمنت في الديفولت نيم سبيس. ولاننا بنستخدم كاستمايز لما نحب نعمل تشينجز او تغييرات للفايلز دي حسب نوع الانفايرمنت اللي احنا رايحين لها، ما بنغيرش في الفايلز الاساسيه ولكن بنغير في حاجه اسمها الاوفرلايز. فهنعمل دايركتوري اسمه اوفرلايز. الدايركتوري ده مش هيبقى فيه اي مانيفستس، هو بس هيبقى فيه كاستمايزيشن فايل هيقول لنا او من خلاله احنا هنقول كاستمايز ايه اللي المفروض يحصل في الفايلز دي لما باجي اعمل لها ديبلوي على الكلاستر. فهنا النيم سبيس لازال هو الديفولت مش هنغيرها. احنا عايزين نعمل باتش للانجن اكس ديبلويمنت، فهنستخدم حاجه اسمها الباتشز بارامتر، وده بيأكسبت ليست يعني قائمه فيها الحاجات اللي انت عايز تعملها. وبنقول له والله الفايل اللي احنا بندور عليه اوف كايند ديبلويمنت، يعني نوعه ديبلويمنت. لما تيجي تدور على الفايل هتدور على الفايل اللي هو نوعه ديبلويمنت، وديبلويمنت ده اسمه كذا، تكتب اسم الديبلويمنت. وخلينا مثلا نقول ايه نوع التغيير اللي احنا عايزين نعمله، وليكن مثلا بنغير عدد الريبليكاس بتاعه الديبلويمنت. مش لازم نحط بقيه الفايل ده، اللي كاستمايز محتاجه عشان يفهم انت عايز تعمل ايه في الفايل. لما بيجي يشتغل كاستمايز بياخد الفايل الاساسي من البيز وبيطبق عليه الاوفرلايز اللي في الفايل ده، وبينشئ لك فايل جديد في التغييرات اللي انت عايزها، والفايل ده بيتعمل له ابلاي على كوبرنيتس. خلينا نعمل سيف للفايل، وخلينا نعمل جيت اد وجيت كوميت وبوش للتشينجز دي للجيت ريبوزيتوري بتاعنا. ودلوقتي خلينا نعمل كونفيجريشن لارجو سي دي علشان يكونكت على جيت لاب او عشان يتصل بجيت لاب ويبتدي ان هو يطبق التشينجز او التغييرات اللي احنا حطيناها على جيت لاب يطبقها على الكلاستر. عشان نعمل ده محتاجين نعمل حاجه اسمها بيرسونال اكسس توكن او بي اي تي. عشان نعمل ده بندخل على البروفايل بيكتشر، بندخل على preferences او اختيارات، ومن من الناحيه الشمال النافيجيشن اللي على الشمال بنسلكت حاجه اسمها اكسس توكنز. بندي اسم للبيرسونال اكسس توكن بتاعنا، ممكن تسميها اي حاجه، ممكن تسميها ارجو سي دي، وممكن تعمل لها اكسبيريشن ديت او تاريخ انتهاء صلاحيه لو عايز. وخد بالك ان الاكسس ليفل لازم يبقى على الاقل اي بي اي، يعني لازم على الاقل التوكن دي تخلي الشخص او البرنامج اللي هيستخدمها اللي هو ارجو سي دي في حالتنا دي لازم يكون ليه اكسس على الاي بي اي بتاع جيت لاب، لان هي دي الطريقه اللي من خلالها ارجو سي دي هيكونكت على جيت لاب. اول ما بيعمل كرييشن للتوكن بيطلع لنا الفاليو بتاعها. خد بالك ان الفاليو ده ما بيطلعش غير مره واحده بس، فهنعمل له كوبي ونحطه في مكان امن علشان ما يضيعش، لان هو لو ضاع هنضطر ان احنا ندلت التوكن ونعمل توكن جديده. دلوقتي احنا محتاجين نحط التوكن دي في مكان ارجو سي دي يفهمه او يفهم ان هو ده الكريدنشلز اللي هو محتاجها عشان يدخل على جيت لاب. عشان نعمل ده ممكن نعملها بطريقتين، يا اما بنستخدم كيوب سي تي ال بالطريقه العاديه خالص نعمل سيكريت باستخدام كيوب سي تي ال، يا اما الطريقه الاسهل من كده وبما ان احنا اوريدي عندنا الارجو سي دي سي ال اي موجود نقدر نستخدم ارجو سي دي سي ال اي في ان احنا نعمل السيكريت اللي ارجو سي دي هيستخدمه علشان يكونكت على جيت لاب. طيب نعملها ازاي؟ بكل بساطه هتعمل ارجو سي دي ريبو اد، وبعدين بتدي له اليو ار ال بتاع الريبوزيتوري اللي هو جيت لاب، يعني هايفن يوزر نيم بتدي له اليوزر نيم بتاعك او الايميل، هايفن باسورد، وهنا بتدي له البيرسونال اكسس توكن اللي احنا لسه عاملين لها كرييشن، مش الباسورد اللي انت بتستخدمها علشان تلوجن على جيت لاب. ساعات في ناس بتتلخبط في الحته دي وبيدوا ارجو سي دي الباسورد بتاعتهم الشخصيه، فارجو سي دي ما يعرفش يدخل على جيت لاب. لا، هو الصح ان انت تدي له الجيت لاب توكن اللي انت لسه عامل لها كرييشن دلوقتي. اول ما الكوماند ده بيرن بيعمل لك السيكريت ده بالنيابه عنك، بيعمل لك كوبرنيتس سيكريت فيه كل البيانات اللي ارجو سي دي محتاجها علشان يكونكت على جيت لاب ويأثنتيكيت كمان عليه. طيب خلينا نتاكد. بكل بساطه هنعمل kubectl get secrets -n argo cd عشان يجيب لنا السيكريتس اللي موجوده في النيم سبيس اللي اسمها argo cd. لما هنبص على الاوتبوت هتلاقي ان احنا فعلا عندنا سيكريت للريبوزيتوري بتاعنا اللي هو جيت لاب. خلينا نشوف الديتيلز او البيانات بتاعه السيكريت ده او المحتويات بتاعه السيكريت ده. هنلاقي ان هو موجود فيه بالفعل يوزر نيم وباسورد وتايب واليو ار ال بتاع الريبوزيتوري. دي كده كل البيانات او الداتا اللي ارجو سي دي محتاجها علشان يقدر ان هو يكونكت على جيت لاب. طب هل دي الطريقه الوحيده اللي احنا ممكن من خلالها نضيف ريبوزيتوري لجيت لاب؟ لا، ممكن تعمل نفس الحاجه بالظبط من خلال اليو اي. فلو دخلنا على اليو اي مثلا على الداشبورد ودخلنا على السيتنجز
ودخلنا من خلال السيتنجز على ريبوزيتوريز، هتلاقي اولا ان احنا عندنا جيت لاب ريبوزيتوري موجود. ممكن تدوس على الزرار ده او كونكت ريبو علشان تضيف ريبوزيتوري جديد، برضه بتحط له اليو ار ال وبتحط له الكريدنشلز اليوزر نيم والباسورد، وهو بيعمل لك نفس الموضوع بالظبط على الكلاستر، بيحط لك سيكريت جديد في اليو ار ال بتاع الريبوزيتوري الجديد وكمان اليوزر نيم والباسورد. طيب تمام كده احنا عندنا ريبوزيتوري. خلينا بقى نشوف ازاي نقدر نقول ارجو 3 انت هتعمل ايه من خلال الريبوزيتوري ده. ارجو 3 مش هيكونكت على الريبوزيتوري كده اوتوماتيك وينزل اي حاجه هناك. لو عمل كده طب ما افرض الريبوزيتوري ده مثلا في فايلز ثانيه انا مش عايز اعمل لها ابلاي على الكلاستر. افرض الريبوزيتوري ده مثلا في الكود بتاع الابلكيشن بتاعي وانا مثلا حاطط الكوبرنيتس مانيفستس مثلا او الهيلم تشارتس او ايا كان الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ابلاي على الكلاستر في دايركتوري معين، انا عايز ارجو 3 يدخل على الدايركتوري ده. اعملها ازاي؟ علشان تعمل ده وعلشان تقول لارجو 3 هو هيعمل ايه وامتى وازاي، بنعمل حاجه اسمها ابلكيشن. الابلكيشن ده هو وحده ارجو 3. زي كده مثلا مع كوبرنيتس بيتعامل مع بودز، ارجو 3 بيتعامل مع الابلكيشنز. الابلكيشن ده هو ريسورس او مورد ارجو 3 بيتعرف عليه من خلال الكنترولر اللي احنا لسه متكلمين عليه من دقايق. فانت هتعمل مانيفست من نوع ابلكيشن وهتحط فيه كل الانستراكشنز اللي انت عايزها عشان تقول له ارجو 3 يعمل ايه بالظبط لما يكونكت على الجيت لاب ريبوزيتوري ده، وياخد انهي مانيفست ويحطها في انهي نيم سبيس، وكمان شويه انستراكشنز ثانيه هنبص عليها دلوقتي. طيب ازاي نقدر نعمل ابلكيشن؟ ممكن نعمله من خلال اليو اي وممكن نعمله من خلال السي ال اي، ولكن الافضل ان انت تعمله باستخدام الجيت ابس ورك فلو. احنا دلوقتي ناس شغاله جيت ابس، فخلينا قدر الامكان نخلي كل حاجه عندنا باستخدام الجيت ابس ميثودولوجي او ممارسه الجيت ابس. طب يعني نعملها ازاي يعني؟ هقول لك. خلينا ندخل على الدايركتوري بتاع الريبوزيتوري بتاعنا اللي هو دلوقتي ارجو 3 شايفه وسينكد معاه، وخلينا نعمل دايركتوري جديد او سب دايركتوري جواه اسمه ارجو 3. الارجو 3 ده هو اللي هيبقى جواه المانيفستس بتاعت ارجو 3 شخصيا، مش المانيفستس بتاعت انجن اكس مثلا بتاعتنا اللي هي مثلا السيرفيس والديبلويمنت، لا دي المانيفستس بتاعت ارجو 3 على وجه التخصيص، وهنعرف يعني ايه كمان ثواني. فخلينا نعمل فايل جديد اسمه nginx.yaml. الفايل ده فيه الابلكيشن اللي هو هيعمل ديبلوي لانجن اكس من خلال ارجو 3. اوكي طيب هنحط فيه ايه الفايل ده؟ هو فايل عادي جدا زيه زي اي كوبرنيتس مانيفست. هنبدا بالاي بي اي فيرجن مفيش مشكله، بس ناخد بالنا هنا ان الكايند هيبقى ابلكيشن. الكايند مثلا في سيرفيس كان سيرفيس، في الديبلويمنت كان ديبلويمنت، هنا الكايند ابلكيشن. هتقول لي طب ما هو كوبرنيتس ما يعرفش يعني ايه ابلكيشن، مفيش حاجه في كوبرنيتس اسمها ابلكيشن. صح، مفيش حاجه في كوبرنيتس اسمها ابلكيشن، بس عشان احنا عندنا ارجو 3 نازل، والارجو 3 ده نزل حاجه اسمها ابلكيشن كنترولر اللي اتكلمنا عليه من شويه. الكنترولر ده لما يشوف ريسورس من نوع ابلكيشن هيفهم ان الريسورس ده هو اللي المفروض يتعامل معاه، هياخد الفايل يقراه ينفذ الانستراكشنز اللي جواه، وهو ده الديكلاراتيف واي اوف جيت اوبس، ان انت بتستخدم كل حاجه تبقى ديكليرد موجوده في الجيت ريبوزيتوري بما في ذلك حتى المانيفستس بتاعت ارجو 3 نفسها. اوكي طيب في الميتا داتا ممكن نحط اسم الابلكيشن هسميه انجن اكس. النيم سبيس هنا خد بالك، النيم سبيس هنا بتاعه الابلكيشن مش بتاعه انجن اكس. النيم سبيس دي بتاعه الابلكيشن اللي هو ارجو 3 هيقراه وهيفهمه، مش بتاعه الابلكيشن اللي انت هتعمله ديبلوي. عشان كده انا دايما بقول كلمه ابلكيشن، يعني انا حاسس ان في كان سوء اختيار للناس اللي عملت ارجو 3، كان يصح يسموه حاجه ثانيه غير ابلكيشن ان هو بيلخبط الناس شويه. فهنا النيم سبيس لازم تبقى ارجو 3 لان الابلكيشن ده او المانيفست ده اللي هو من نوع ابلكيشن لازم يعيش في نفس النيم سبيس اللي فيها ارجو 3. لو في نيم سبيس ثانيه ارجو 3 مش هيشوفه. الكنترولر ده بيواتش او بيراقب بس المانيفستس اللي موجوده في ارجو 3 نيم سبيس، فعشان كده لازم النيم سبيس دي تبقى ارجو 3. في السبيك هنقول له البروجكت عندنا هو الديفولت. البروجكت ده هو مجموعه من الابلكيشنز، ارجو 3 ممكن يجي معاها لك في البروجكت، فاحنا ما عندناش غير بروجكت واحد بس اسمه ديفولت، فهنقول له ان البروجكت بتاعنا اسمه ديفولت. السورس بتاع الابلكيشن ده فين؟ ايه هو المصدر اللي من خلاله هتاخد الفايلز او المانيفستس اللي بتعمل الابلكيشن ده او اللي من خلالها الابلكيشن ده هينزل على الكلاستر؟ السورس بتاعنا هو جيت لاب. احنا عندنا ريبوزيتوري جيت لاب متغرف، عرفناه وعملنا عليه اوثنتيكيشن، فهنحط اليو ار ال. والباث هو الباث بتاع الفايلز اللي جوه الريبوزيتوري. زي ما قلنا من شويه انت ممكن الريبوزيتوري ده يبقى عليه فايلز كتير جدا، انت عايز منها دايركت واحد بس هو ده اللي فيه المانيفستس بتاعت كوبرنيتس. بقيه الفايلز انا مش عايز اعمل لها ابلاي، بقيه الفايلز دي حاجات ثانيه، حاجات مثلا في السورس كود، حاجات مثلا للتستنج. انا عايز بس الحته دي او الدايركت ده هو اللي يتعمل منه الديبلويمنت. ففي حالتنا دي، وطبعا لو انت بتستخدم كاستمايز فالباث بيبقى طبعا برضو ذو اهميه اكبر، لان كاستمايز اساسا بيشتغل على الدايركتوري ستراكشر، انهي دايركتوري هتعمل منه ديبلوي او انهي دايركتوري فيه الكاستمايزيشن فايل اللي انت عايزه. فبما ان احنا بنستخدم كاستمايز خلينا نقول ان الدايركتوري بتاعنا اسمه اوفرلايز، لان انا مش عايز طبعا استخدم الحاجات اللي في البيس، انا عايز استخدم الحاجه اللي جوه الاوفرلايز عشان من خلالها انا هعمل اوفرلاي او هعمل تغيير للمانيفستس اللي في البيس دايركتوري علشان اقدر ان انا
عمل لها ابلاي على التارجت انفايرمنت بتاعتي. الحاجه اللي بعد كده التارجت ريفيجن. التارجت ريفيجن ده اللي هو انهي برانش او انهي تاج انت عايز ارجو سي دي يتابعه. الجيت ريبوزيتوري طبعا ممكن يبقى في مين برانش، ديفلوب برانش، ستيجنج برانش، ايا كان التسميه او ايا كان البرانشنج استراتيجي اللي انت بتتبعها. انت عايز ارجو سي دي يتعامل مع انهي برانش. في معظم الاحوال احنا بنبقى عايزين المين، بس طبعا برضو دي حاجه ترجع لك، ممكن تبقى عايز برانش تاني او حتى تاج مختلف. ففي الحاله دي تقول له التارجت ريفيجن هو كذا، احنا هنا هنقول المين اللي هو المين برانش. الديستنيشن بيقول لك انهي كلاستر انت عايز تابلاي الكلام ده عليها، لان ارجو سي دي يا جماعه ممكن ان هو يمانج كذا كلاستر في نفس الوقت، مش شرط الكلاستر اللي هو نازل عليها، لا ده انا ممكن اعمل حاجه اسمها مانجمنت كلاستر، والمانجمنت كلاستر دي عليها ارجو سي دي بيدير من خلالها كلاسترز ثانيه كتير. فكده انا ممكن بكل بساطه اقول له والله الكلاستر اللي انا عايز تعملها مانجمنت اليو ار ال بتاعها اهو، بديله اليو ار ال بتاع الاي بي اي سيرفر بتاع التارجت كلاستر اللي انا عايزه يشتغل عليها. في حالتنا دي احنا منزلين ارجو سي دي على اللوكال كلاستر نفسها، فهو هيستخدم الاي بي اي سيرفر بتاع الكلاستر اللي هو نازل عليها، فهنحط له الانترنال يو ار ال بتاع الكلاستر. بعد كده بقى بنبتدي نشتغل على النيم سبيس بتاعه الابلكيشن نفسه اللي هو الانجن اكس نفسه اللي هو بقى التارجت. دي بقى ممكن تحطها في اي نيم سبيس انت عايزها، ممكن بقى ديفولت، ممكن برودكشن، ممكن ستيجنج، ايا كان النيم سبيس اللي انت عايزها. خلينا نحطها في الديفولت نيم سبيس. اخر حاجه عندنا حاجه اسمها السينك بوليسي، وهي دي بقى الحته اللي ارجو سي دي فيها بيبقى مفيد او مهم. هل هيعمل سينك اوتوماتيك، يعني هل لما يديتكت ان في تشينج حصل على الجيت ريبوزيتوري هيعمل له ابلاي مباشره على الكلاستر، ولا هيستنى منك ان انت تعملها مانيوال؟ في ناس بتقول لك مفيش مشكله ان هو اي تشينج على الجيت ريبوزيتوري يتعمل له ابلاي على طول على الكلاستر من غير ما ترجع لي. في ناس تقول لك لا والله دي برودكشن انفايرمنت ما ينفعش ان انا اعمل لها ابلاي على طول، لازم ادخل انا على ارجو سي دي وبايدي ادوس على كلمه سينك او على زرار السينك علشان يسينك المانيفستس اللي على جيت ريبوزيتوري بالكلاستر. فخلينا نستخدم الاوتوماتيك ميثود ان هو تلقائيا لو حصل تشينج على الجيت ريبوزيتوري هيعمل له ابلاي على الكلاستر. وتاني حاجه اسمها السيلف هيل، يعني هل لو حصل تشينج على الكلاستر مش بقى على جيت ريبوزيتوري، لا حصل تشينج على الكلاستر نفسها، هل ارجو سي دي هيعدل التشينج ده او هيعمل رول باك للتشينج ده او هيخلي الكلاستر ترجع تاني للستيت اللي هي على الجيت ريبوزيتوري ولا لا؟ في الحاله دي برضه بترجع للورك فلو بتاعك. في ناس بتقول لك اوكي انا عايز الكلاستر بتاعتي تبقى متطابقه تماما مع الجيت ريبوزيتوري، ايا كان اللي هيحصل على الجيت ريبوزيتوري بتاعي انا عايزه يبقى متطابق على الكلاستر. لو الكلاستر حصل لها ديفيشن لو سمحت رجعها تاني زي ما كانت طبقا للجيت ريبوزيتوري. في ناس تانية تقول لك لا والله وارد ان انا اكون مثلا بعمل تيست او بعمل مثلا تشينج مانوال بسرعه على الكلاستر، فانا مش عايز ارجو سي دي يعمل لي رول باك للتشينجز دي او مثلا يعمل لي ريفيرس للتشينجز دي وانا شغال ابص الاقي حاجه رجعت زي ما كانت. ليه؟ لان ارجو سي دي دخل وراح ديتكت او جاله نوتيفيكيشن ان في تشينج حصل على الكلاستر، فعلى طول بيوفر رايد التشينج ده ويرجعها تاني زي ما كانت. برضه ده حسب الورك فلو بتاعك. تالت حاجه اسمها البرون، ان انت هل لو حصل ديليشن، هل لو حصل مانيفست حصل له حذف او ديليشن من على جيت ريبوزيتوري، هل ارجو سي دي هيقوم بحذف نفس المانيفست دي على الكلاستر ولا لا؟ ودي حته يمكن خطيره شويه، في ناس بتخاف منها، ان هو طب افرض انا دلت فايل بالغلط من على الجيت ريبوزيتوري. وطبعا المفروض ان انت لو بتستخدم جيت اوبس فعلا وفعلا جيت هو السنجل سورس اوف تروث ما ينفعش يبقى في حاجه اسمها اتدلت بالغلط، لان انت عشان تعمل تشينج على الجيت ريبوزيتوري بتاعك فانت محتاج بول ريكويستس، محتاج ابروفلز، محتاج يعني بروسيس معقده عشان خاطر التشينج يحصل. بس خلينا نقول برضو كفيل سيف او يعني كحاجه زرار امان او صمام امان، ان حتى لو في مثلا فايل اتحذف على الجيت ريبوزيتوري معلش بلاش تحذفه على الكوبرنيتس كلاستر لحد ما حد من الادمنز او حد من الناس اللي شغاله على الكلاستر يدخل ويتاكد ان احنا فعلا عايزين ندلت الفايل ده. فدي حته البرون عايزه تبقى انيبلد، هيدلت اوتوماتيك، مش انيبلد يبقى انت الديليشن مش هيحصل على الكلاستر. وبكده يبقى الفايل خلص. خلينا نعمل له سيف وخلينا نعمل له ابلاي باستخدام كيوب سي تي ال عادي، كيوب سي تي ال ابلاي -f nginx.yaml اللي هو الابلكيشن بتاع nginx. لو رحنا دلوقتي على اليو اي هتلاقي ان على طول بقى فيه ابلكيشن جديد موجود واسمه nginx موجود على الداشبورد، والسينك ستاتس بتاعه اوكي، يعني هو حصل سينك ما بين الجيت ريبوزيتوري وما بين ارجو سي دي وما بين الكلاستر، كده الكلاستر والجيت ريبوزيتوري ان سينك، يعني الاثنين زي بعض بالظبط. طب خلينا كده نرجع للتيرمينال ونتاكد ان الكلام ده حصل، نتاكد ان ارجو سي دي فعلا عمل ابلاي للمانيفستس اللي في الريبوزيتوري، عمل لها ابلاي عندنا على الكلاستر. فلو دخلنا وعملنا كيب سي تي ال مثلا جيت ديبلويمنتس او جيت بودز هتلاقي ان الريسورس موجوده. لو برضه بصينا على السيرفيس هتلاقي ان السيرفيس موجوده. طب خلينا كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو عملنا تشينج على الجيت ريبوزيتوري بتاعنا. خلينا مثلا نجرب نعمل تشينج على الديبلويمنت، خلينا مثلا نزود عدد الريبليكاز. فهنعمل فيتشر برانش. لو انت مثلا شغال بجيت فلو فانت في الطبيعي هتعمل فيتشر برانش، ومن خلال الفيتشر برانش ده هتفتح الديبلويمنت فايل وهتزود عدد الريبليكاز اللي موجود. خلينا مثلا نقول 3 ونعمل سيف للفايل، وبعد كده بنحط الفايل ده في الستيجنج اريا عادي، ورك فلو عادي جدا زي ما بنعمله في جيت. بنعمل كوميت للفايل باي ديسكريبتيف مسج وبعدين بنعمل له بوش لجيت لاب عشان نعمل ميرج ريكوست. فعشان نعمل كده بنقول له جيت بوش -set upstream origin
feature/increase replicas اللي هو اسم البرانش اللي احنا عملناه. ومفروض ان احنا كده بيطلع لنا لينك من خلالها بنقدر ان احنا نعمل ميرج ريكوست. طبعا اللي اشتغل فيكم على جيت لاب قبل كده هو الحاجات دي بالنسبه له فاميليار. جيت هاب وبيت باكيت برضه شغالين بنفس الطريقه بول ريكوست. فبندخل من خلال اللينك دي على البراوزر وبنعمل ميرج ريكوست. وطبعا احنا لو شغالين في بيئه عمل حقيقيه المفروض ان في حد بيعمل ريفيو للميرج ريكوست دي ويتاكد انها ما فيهاش مشكله وسليمه وان احنا فعلا عايزينها وبيابروف. وانس انه بيعمل ابروف فاحنا نقدر نعمل ميرج للميرج ريكوست دي او الام ار بالمين برانش. واول ما ده بيحصل ولان احنا قايلين لارجو 3 لو سمحت تابع المين برانش، تابع اي تشينجز هتحصل على المين برانش، فارجو 3 دلوقتي على طول ديتكتد ان في تشينج حصل على المين برانش وهياخد التشينج دي يعمل لها ابلاي على الكلاستر. خد بالك محدش لمس الكلاستر، محدش عمل كيوب سي تي ال ابلاي للديبلويمنت ولا للسيرفيس على الكلاستر. كل اللي عملناه بس ان احنا عملنا ميرج ريكوست ومن خلاله عملنا ميرج للمين برانش. المفروض ان ارجوس دي بياخد تقريبا 3 دقائق علشان يديتكت ان في تشينجز حصلت ويعمل لها ابلاي. لو انت مش عايز تستنى ممكن بكل بساطه تخش على اليو اي او على السي ال اي وتسرع السينك او تخليه يعمل سينك دلوقتي ايميديتلي يعني. فممكن من خلال السي ال اي تقول له ارجوس دي اب سينك وبعدين تدي له اسم الاب اللي هو انجن اكس. بالطريقه دي كده انت بتعمل سينك للابلكيشن من غير ما تضطر تستنى ان ارجوس دي يعملها بشكل تلقائي. طيب خلينا نتاكد ان التشينج ده حصل، فخلينا نعمل كيوب سي تي ال جيت بودز. وزي ما انت شايف هتلاقي ان عدد الريبليكاز بقى مطابق تماما لعدد الريبليكاز اللي احنا حطيناها في الديبلويمنت اللي احنا حاطينه في الجيت ريبوزيتوري. فبكده احنا خدنا فكره عامه وسريعه عن ارجو سي دي ازاي بيشتغل، يعني ايه جيت ابس، وازاي ارجو سي دي بيخليك تطبق مفاهيم الجيت ابس عندك في الورك انفايرمنت، ازاي ان ارجو سي دي بيختلف تماما عن التولز الثانيه مثلا زي جانكنز او جيت لاب سي اي او جيت هاب اكشنز، لان هو زي ما قلنا متخصص في كوبرنيتس وفي فيتشرز كتير جدا متخصصه في كوبرنيتس على وجه التحديد. اشكركم على حسن المتابعه واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام عليكم.